أعزائي متابعي صفحة وموقع اسكندرية اليوم، أهلا وسهلا بكم من داخل أتيليه إيمان للفنون في منطقة العجمي بأبو يوسف. يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي طبعا مع صاحبة المكان والفنانة المبدعة. طبعا هتعرفنا بنفسها. ازي حضرتك، عامل ايه؟ اهلا بحضرتك. معاك مهندسه ايمان، انا فنون جميله ديكور قسم عماره داخليه. الاتيليه هنا في ابو يوسف على الشارع الرئيسي. الاتيليه بيقدم اكتر من نوع فن، كورسات ارت بمختلف الاعمار من اول 5 لحد 15 سنه، وبيقدم كمان ورش هاند ميد، وبيقدم شغل كرافت، وعندنا اكتر من عمل فني بيتقدم بيكون مختلف ومميز يعني ان شاء الله. عايزين نعرف بقى من حضرتك يعني بداية تعارف. تمام. بداية تعارف بقى، مين الفنانة إيمان ويعني دراستك وتخصصك؟ تمام. انا خريجة فنون جميلة ديكور جامعة اسكندرية قسم عمارة داخلية. طبعا اشتغلت في مجال الديكور اكتر من سنة لحد الكورونا تقريبا، وبعد كده من بعد 2020 بدأت ان انا اخد خطوة ناحية الفن بشكل تاني، يعني غير شغل العمارة الداخلية، ان انا اعمل كورسات ارت للاطفال، ان انا اخد مكان اعلمهم فيه اساسيات الارت، يعني عشان يكون الموضوع اكاديمي وفي نفس الوقت فني. وحبيت ان انا احط تاتش مختلف عن اي حد، ان انا بعمل ورش بطريقه معينه، بستخدم خامات معينه وببسطها للاطفال ان هم يقدروا يتعاملوا بيها. بس بالنسبة للمعارض، يعني احنا تابعنا معرض حضرتك اللي كان في قصر ثقافة الأنفوشي. يعني كلمينا عن المعرض دوت وأجواءه ومشاركين. كان حلو جدا، ده تاني معرض ليا. انا فكرت بعد سنه واحده من الارت يعني مع الاولاد، ان انا ليه ما خليهمش يظهروا يوروا افكارهم للناس، والمشاركه دي بتبقى حلوه ليهم، فعاله يعني بتعزز ثقتهم بنفسهم. كان الاجواء حلوه جدا يعني، بشهاده اولياء الامور وشهاده الضيوف كله. وبحاول كل سنه يكون في حاجه اضافيه عن السنه اللي قبلها. اول سنه كنا لوحات ارت بس، السنه دي كان ارت، وكان في ترابيزه كامله للهاند ميد بمختلف الورش اللي الاولاد بيشتغلوا معايا فيها. بالنسبة يعني الجديد عند حضرتك بقى، بالنسبة للمعارض، يعني هل في جديد إن شاء الله في الفترة اللي جاية؟ ان شاء الله انا في الفتره الجايه بفكر ان انا اشارك باعمالي انا الشخصيه في معارض. حابه جدا ان انا اتعرف على شخصيات اكتر، وان انا اكون متواجده بشكل اكتر، علشان برضو افيد اولادي بعد كده بالمعارض ديت. ممكن اتيح لهم الفرصه ان هم يكونوا في معارض مختلفه مع ناس مختلفه غير اتيليه ايمان للفنون، يعني بحيث ان هم ينتشروا اكتر. بتبقى زي ما بتديهم حافز هتديني انا كمان حافز. بالتأكيد. شايفة معاملة الأطفال بقى، يعني هل في إقبال من الأطفال؟ يعني حابين الرسم، حابين المجال، حابين جدا، لا جدا ما شاء الله. الاولاد بمختلف اعمارهم، بتفاجئ باولاد من اول 5 سنين حابين جدا يتعلموا. بيبقى لسه ايديهم مش مظبوطه، بس عندهم الاستعداد، والاستعداد بالنسبه لي بيوازي الموهبه. يعني ممكن اتعامل مع طفل مش موهوب بس عنده استعداد، هيبقى موهوب جدا يعني ان شاء الله. يعني فنانة إيمان، أخيرا رأيك في الفن التشكيلي عموما بقى؟ حاجة رائعة يعني، الفن بمختلف أشكاله منفذ للروح للإنسان، للطاقة، سواء طفل أو كبير. يعني بصراحة من أكتر الحاجات اللي لازم نعززها ونهتم بيها الفن، زيه زي الدراسة بالظبط. يعني حتى أنا بقول لأولياء أموري كلهم، مش معنى ان احنا عندنا مدارس ودراسة ان احنا نتجنب قصة الجزء الترفيهي لنفسية الطفل. بيفرق جدا معي انا، مع الفن قلبا وقالبا. يعني فنانة إيمان، احنا يعني بنتمنى لك كل التوفيق، ربنا يخليك. يعني اكيد مع حضرتك مشاركاتك الجايه ومعارضك الجايه ان شاء الله ان شاء الله. يعني بالنجاح والتوفيق. اتشرفت بحضرتك جدا، وان شاء الله اشوفكم على خير. الف شكر. بشكرك. العفو.